كلمتين للأمهات لنفسهم ولولادهم، ويا رب يا رب يا رب يوصلوا زي ما أنا نفسي إن هم يوصلوا. أنا لسه مخلصة سيشن مع ست جميلة جدا، واللي أنا هقوله ده شيء متكرر مرارا وتكرارا كثيرا جدا جدا جدا. إن إحنا نبقى شغالين على حاجات معينة وماشيين في الشغل، ماشيين 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 لحد لحظة، اللحظة دي متكررة، نقف ونعطل وما نعرفش نمشي ولا خطوة واحدة كمان في الشغل. ليه؟ الجسم مش قادر. ليه؟ الجسم مخزن ايه؟ مخزن مشاعر وآلام وأحزان. المشاعر ما بتموتش، ما بتمشيش. المشاعر ملهاش حل غير إنها تتحس وتاخد مساحتها. هتقولي ما عنديش وقت، مفيش مساحة، أصل مشاعري كتير، أصل عيالي مشاعرهم كتيرة قوي وكبيرة، أصل أنا فائق الحساسية highly sensitive person، أصل ولادي highly sensitive children، أولادي مفرطي الحساسية. هتقولي مهما تقولي هقول لك خلاص ده قدر ربنا، ده نمط وبنتعلم عنه وخلاص. طول الوقت بتكلم أنا عنه وغيري بيتكلم عنه وفي كتب عنه وأنا عندي كورسات عنه وخلاص. بس الواقع اللي محتاج اتعامل معاه ان انا جوايا مشاعر ومشاعر كتير، وكل ما تطلع لازم اسمح لها، والا ما بتموتش، ما بتمشيش، ما بترحلش، ما بتستخباش. هي بيحصل فيها ايه؟ بتتخزن جوه الجسم وبتقله وبتعطله وبتكلبشه وبتمرضه. زي ما حصل كده، لسه مخلصه السيشن كامله، سيشن كامله، ساعه كامله، احنا بس قاعدين مع الجسم بنبروسس المشاعر القديمه. بنبروسس طبعا بتكنيكس وطبعا بطرق وطبعا بطريقه امنه جدا ومدروس ومعمول حساب كل خطوه بتتعمل ازاي، وفضل ربنا معانا ومحاوطنا. ولكن اللي انا عايزه اقوله النهارده واللي مهم نطلع بيه، انت عند بالذات للامهات، لان الست اصلا كثيره المشاعر وكبيره المشاعر، ولان الامهات بحكم احتكاكهم المستمر والطويل بالاطفال بيتخلق جواهم كم كبير جدا من المشاعر، مشاعر غضب ومشاعر خنقه ومشاعر ضيق ومشاعر توتر ومشاعر ذنب انها حاسه بكده ناحيه ولادها اصلا، ومشاعر ان هي عايزه زهقانه وعايزه تخلص منهم، ودي مشاعر طبيعيه جدا، وبعدين تحس بالذنب ان هي حاسه بكده ناحيه ولادها، وبعدين مشاعر حب، وبعدين مشاعر خوف عليهم وقلق عليهم، خلاط مشاعر. فعشان كده بقول بالذات للامهات وللامهات عشان تتعامل مع نفسها وعشان تتعامل مع اطفالها. المشاعر حلها الوحيد انها تتحس وتتعيش. طب انا عايزه اعلم ولادي يعبروا بطريقه محترمه ومهذبه عن مشاعرهم. طب انا عايزه ما اكونش لما بحس بالمشاعر دي ابقى بتعصب وبغضب وبطلعه على الناس، صح وحقك، ولو سمحتي اعملي كده مع نفسك ومع ولادك. لكن تعلم ده بيبقى بعد المرحله الاولى اللي هي الاحساس بالشعور واعطائه مساحته. يعني انا غضبت لازم احس بالغضب ولازم ابقى بفرك كده ولازم حاسه ان جسمي ان في ادرينالين بيطلع وفي هرمونات بتتغير. لازم انا حاسه بحزن هتقل شويه وهقعد وههدى وهسمح لده شويه، لازم. والمعجزه اللي بتحصل لما بسمح للشعور انه بيرحل، بس بيرحل بامان وبيرحل بشكل صحي، مش بيتخزن جوه جسمي ويطلع لي بعد كده في اعراض جسديه وامراض نفضل نلف بيها مش عارفين نلاقي لها سبب ولا تشخيص. فلو سمحتم التعامل الامثل مع المشاعر كخطوه اولى او مرحله اولى هو الاحساس بالشعور والسماح بيه. بعدها بقى يجي اي منطقه للمشاعر، ويجي تعليم مهارات، ويجي ضبط مشاعر، ويجي كل الحاجات الجميله اللي احنا بنتعلمها ومهم نفضل نتعلمها.